بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتوني جدا طبعا، بقالي كتير ما اتكلمناش مع بعض. واللي خلينا اتكلم النهارده ان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيه مع بعض كده دايما باذن الله، يبقى فيه فيديوهات كتيره. بس اللي خلينا النهارده اعمل فيديو النادي الاهلي. بصراحه النادي الاهلي فوزه في كاس العالم على فريق سياتل ساوندرز وصعوده للدور قبل النهائي لبطوله كاس العالم للانديه عشان يلاعب ريال مدريد، الفريق الكبير والفريق العظيم. فوز الاهلي بيدعونا كده للفخر. النادي الاهلي بيدعو او بيحسسنا بالفخر والشموخ. النادي الاهلي بيعمل حاجات بتخلي العالم كله يتكلم عن مصر، او بيوصل الكرة المصرية الى العالمية. الفترة اللي فاتت احنا طبعا يعني بعيد تماما عن البطولات العالمية بالنسبة لمنتخب مصر لكرة القدم. يعني ما وصلناش كاس عالم، وصلنا لنهائي بطولة افريقيا، لكن في النهاية دي بطولة كاس عالم أندية. دي المرة الثالثة على التوالي الأهلي يوصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كاس العالم للأندية، وهيلاعب ريال مدريد. فطبعا هيبقى فيه اهتمام من كل القنوات والصحف والمواقع الرياضية العالمية، اسم النادي الأهلي واسم مصر هيتذكر بشكل كبير. ودي برضو إنجاز النادي الأهلي يوصل لثالث مرة على التوالي لدور قبل نهائي كاس العالم للأندية. اللي الاهلي عمله ده مش من فراغ، مفيش حاجه كده بتوصل يعني مفيش نادي كده بينجح او بيوصل بالصدفه. الاهلي نادي عنده نظام، نادي مميز جدا، عنده مجلس اداره محترم برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كل واحد عارف شغله، الدنيا منظمه. اللي انتوا بتشوفوه في الملعب ده والنجاحات اللي بتحصل في الملعب دي بتيجي من خلال الاداره، ومن خلال الجهاز الفني، ومن خلال مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، ومن خلال اللاعبين. يعني هي منظومه ما بتوصلش او ما بتنجحش غير لما يكون كل حاجه مظبوطه. النادي الاهلي عارفين هم بيعرفوا ينجحوا ازاي. كابتن محمود الخطيب ما بيتكلمش كتير، راجل بيشتغل بيخطط. خلي بالكم النادي الاهلي السنه دي ما عملش صفقات، ما اشتراش لعيبه زي بقيه الانديه. يمكن النادي الاهلي السنه اللي فاتت في نهايه الموسم اللي فات خد قرار ان هو يريح بعض اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي اللي كانوا مجهدين جدا، والقرار ده خلى النادي الاهلي السنه دي يبقى متصدر جميع البطولات. الاهلي متصدر الدوري، الاهلي وصل لنهائي كاس مصر، الاهلي وصل لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، الاهلي كسب السوبر المصري، الاهلي وصل للدور قبل النهائي في كاس العالم للانديه. الاهلي ما خسرش اي مباراه السنه دي. الاهلي تعاقد مع مدرب مميز جدا اللي هو كولر. فليه الاهلي ما ينجحش وما يوصلش للعالميه ادام كل حاجه ماشيه صح؟ يعني الاهلي عمل بعض الاضافات كمان الصغيره جدا، خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، لعيبه حتى يعني ما بتلعبش بشكل اساسي مع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي فريق منظم من خلال اداره ناديه. فانا سعيد وفخور بالنادي الاهلي، رغم ان انا طبعا انتوا عارفين انا زملكاوي جدا ومتربي في نادي الزمالك وبحب الزمالك جدا وعايز الزمالك دايما يبقى احسن نادي، لكن النادي الاهلي بيدعو او بيشعرني بالفخر كنادي مصري. وحتى النادي الاهلي لما بيلعب في كاس عالم انديه، لا انا بشجع النادي الاهلي. يعني انا بشجع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، مش عيب على فكره. هو وده ما تزعلش الزملكاويه، في زملكاويه كتير بيشجعوا النادي الاهلي. وبعدين انا كراجل اعلامي الاهلي بيخليني اتكلم عن كاس عالم انديه في برنامجي، بتكلم عن النادي الاهلي وهو بيلعب كاس عالم انديه. فالاهلي حتى فنيا محسسني ومديني ثقه ان هو ممكن يعمل حاجه مع ريال مدريد. والله انتوا فاكرين يعني الموضوع فريق مدريد طبعا، فريق ريال مدريد فريق عظيم وفريق كبير جدا، لكن ثقتنا في النادي الاهلي بتخلينا عندنا احساس ان الاهلي ممكن يعمل حاجه مع ريال مدريد، خصوصا ان كمان النادي الاهلي في حاله كويسه جدا. والاهلي قدر يتفوق على اوكلاند سيتي بشكل مميز جدا 3-0، وكسب مباراه سياتل ساوندرز الامريكي 1-0 بهدف قفشه. وكان اداء النادي الاهلي مميز جدا في الشوط الثاني. فالاهلي بيدينا ثقه انه يقدر يعمل حاجه مع ريال مدريد في المباراه القادمه. ريال مدريد الفريق العظيم، اقوى فرقه في العالم، بطل اوروبا، يعني نادي جاي ينافس طبعا وعايز يكسب كاس العالم للانديه. لكن خلي بالكم دلوقتي ريال مدريد مش في احسن حالاته في الفتره الحاليه، عنده اصابات كتير. كريم بنزيما، ميليتاو المدافع، حتى كورتوا في مباراه ريال مايوركا اتعور قبل المباراه، وريال مدريد خسر من ريال مايوركا.
ورايح يلاعب النادي الاهلي يوم الاربع، وما عندوش فتره راحه كبيره. يعني هو لعب الحد مع ريال مايوركا في الدوري الاسباني وخسر 1-0، والفرق ما بين مباراه ريال مايوركا والاهلي يوم الاربع 72 ساعه. وهيسافر من اسبانيا على المغرب. النادي الاهلي خلاص اتاقلم على الاجواء في المغرب. الاهلي كسب ماتشين متدرجين المستوى، فريق اوكلاند سيتي فريق مش قوي، لكن النادي الاهلي اهتم وعمل جيم كويس جدا وقدر يكسب بثلاثيه، واصبح السكواد بتاعه كامل، سواء اللعيبه اللي بتبدا الماتش او اللي بينزلوا في الشوط الثاني وبيكسبوا النادي الاهلي. الاهلي في الاجواء اكتر، الاهلي عنده ثقه. ريال مدريد طبعا فريق كبير وعنده ثقه، وكارلو انشيلوتي ومودريتش ولاعيبه كبيره جدا فريق ريال مدريد، لكن في الفتره الحاليه مش في احسن حالاتهم، رغم ان طبعا هم هيروحوا كاس عالم، عايزين يكسبوا كاس عالم، وهيبقى تركيزهم اكبر من تركيزهم في الدوري الاسباني، ان خلاص برشلونه فارق ب5 نقاط، وممكن لو برشلونه كمان كسب المباراه القادمه بالنسبه لي يبقى فارق 8 نقاط على الاهلي. لكن انا عندي احساس ان النادي الاهلي ان شاء الله هيعمل حاجه كويسه جدا قدام ريال مدريد، وهتبقى مفاجاه كبيره جدا ان بطل افريقيا النادي الاهلي يوصل الى نهائي كاس العالم للانديه. زي ما قلت لكم الاهلي منظومه محترمه جدا، عندهم سلبيات، يعني اي نادي عنده سلبيات، لكن النادي الاهلي ايجاباته اكتر. كل واحد في المنظومه عارف شغله، رئيس النادي عارف بيعمل ايه، مجلس الاداره، مدير الكوره، كولر مدرب مميز جدا، رغم انه ما عجبنيش بدايه التشكيل بتاعته في مباراه سياتل ساوندرز، لكن هو حسن الامور في الشوط الثاني وقدر يعني يلاعب بقى قفشه وينزل قفشه زي ما قلت لكم، ويلاعب محمد شريف في الشوط الثاني واحمد عبد القادر. الثلاثه دول فرقوا بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي وخلوا النادي الاهلي افضل في الشوط الثاني. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما قلت لكم ان شاء الله عندي احساس كبير ان الاهلي هيعمل حاجه مميزه جدا. النادي الاهلي زي ما قلت لكم بيخلينا مبسوطين، وبيخلينا نتفرج على الكره العالميه، وبيخلينا ان هو بيوصل لمراحل متقدمه في البطولات العالميه، ودي حاجه مميزه جدا. وان شاء الله باذن الله نبارك للاعيبه النادي الاهلي ولنفسنا بعد المباراه القادمه مع ريال مدريد، ان دي تعتبر مباراه تاريخيه مش للاهلي بس، لا لمصر كلها. اتمنى ان مستر كولر يلعب بالتشكيل اللي بدأ بيه مباراه اوكلاند سيتي، يلعب محمد الشناوي، يلعب بمحمد هاني وعلي معلول، محمد عبد المنعم ومحمود متولي في قلب الدفاع، يلعب ب3 في نص الملعب عشان يأمن نص الملعب، اللي برضه هيلاعب نص ملعب جامد جدا مع ريال مدريد، يلعب بالسوليه وحمدي فتحي وديانج، ويلعب ب3 المهاجمين، يلعب بحسين الشحات واحمد عبد القادر ومحمد شريف، ان ال3 دول عندهم انسجام مع بعض في مستوى مميز جدا في الفتره الحاليه. ومش عايزين نلعب ماتش ريال مدريد اللي احنا بندافع بس، لا عايزين النادي الاهلي كمان يعني ان شاء الله يهاجم ويبقى عنده خطوره هجوميه ويوصل لمرمى ريال مدريد، ويستغل حاله ريال مدريد في الفتره الحاليه، ويستغل الاصابات والغيابات اللي موجوده في ريال مدريد. بشكركم ونتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه، مباراه ريال مدريد باذن الله.